السلام عليكم. بمناسبة إن مترو أبو قير يقترب من التنفيذ ووقف قطار أبو قير في شهر 10، فأنا حبيت أقول لحضراتكم وأعمل فيديو ونفهم مع بعض النموذج المفاهيمي لمعابر الطرق المستوية. تابع معانا الفيديو للنهاية وياريت اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الكل عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. يشير الشكل اللي قدام حضراتكم ده جماعة إلى جميع تقاطعات المستوى الحالية الموجودة عبر المسار، باستثناء التقاطع الموجود بين محطة كفر عبده ومحطة الزهرية. ضمن قطاع الجسر ثم العثور على جميع تقاطعات المستوى في مناطق الجسور سيكون بعد اكتمال المشروع كمعابر مستوى تحت الجسر، وبالتالي فإن هذا يعني إن جميع تقاطعات المستوى من 4 إلى 10 سنتيمتر فيها الوجود أسفل الجسر بعد اكتمال المشروع. سيصبح الممر السفلي للطريق رقم 1 معبرا على مستوى الصف، بينما سيظل الطريق أسفل الممر 2 بدون تغيير. التصميم المفاهيمي لصرف المعبر السفلي. الممر السفلي الذي سيتم تصميمه لهذا المشروع سيدمج نظام الصرف الذي يحول جميع مياه الأمطار المجمعة إلى نظام الصرف الصحي في الإسكندرية. سيكون هذا أمرا حاسما لتحويل تدفق المياه أثناء الفيضانات. إذا لم يتم تصميمه وتنفيذه بشكل مناسب للممر السفلي فقد يتسبب ذلك في تراكم المياه في النفق والتسبب في مشاكل ركود خطيرة في المياه أثناء الفيضانات، وبالتالي يجب إلا يكون نظام الصرف تصميما مستقلا بدلا من أن يكون متكاملا كجزء من تصميم الطريق المحيط ونظام الصرف ذي الصلة. بالنسبة للممر السفلي المقترح سيتم وضع مصارف الممر السفلي قبل الدخول، وتوجد للممر السفلي من خلال استخدام تاج الطريق لتحويل تدفق المياه. التصميم للتبوء بأقصى تدفق للمياه أثناء حدوث الفيضانات المفاجئة إلى الشبكات وشبكة الصرف، نظرا لأن هذه هي مرحلة التصميم المفاهيمي. يمكن أن يغير التصميم التفصيلي النهج المعتمد للصرف السفلي، ومع ذلك فمن غير المتوقع أن تطلب استخدام المضخات لتصريف المياه. بمجرد تصريف المياه من خلال نظام الصرف الصحي المشترك تصبح مياه الصرف الصحي التي يتم إرسالها عبر الشبكة العامة إلى محطات المعالجة يتعامل لنظام الصرف الصحي المجتمع الحالي في الإسكندرية بشكل كاف مع فترات هطول الأمطار العادية. بس يا جماعة دي كانت معلومة سريعة عن النموذج المفاهيمي لمعابر الطرق السفلية وماذا يحدث أسفل الجسر والصرف الصحي. لمتابعة بقى كل جديد وكل الأخبار إن شاء الله عن مشروع مترو اسكندرية ياريت اللايك، ولو حضرتك مش مشترك في القناة ياريت الاشتراك وتفعل جرس الكل عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله.